بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه جميله جدا. آم، متعودين عليها من زمان قوي وكلنا بنحبها، وبصراحه هي جميله جدا مع الشاي. فطار. كحلويات عاديه جميله جدا. هي الحجازيه بتتكون من كوبايه ونص دقيق، عليها كوبايتين سميد ناعم زي ما احنا شايفين بالشكل كده. آم، هنا حطينا كوبايتين دقيق سميد ناعم وكوباية ونص دقيق، معلقة كبيرة خميرة فورية، ومعلقة كبيرة سكر ورشة ملح. وديت نص كوباية سمنة على زيت أو زبدة على زيت. الزيت مهم جدا عشان بيديها قرمشة كده وطعم حلو. هنقلب كده كويس، أهم حاجة ندخل السمنة مع السميد كويس جدا، يعني نغلف كل حبيبات السميد والدقيق بسمنة. ليه؟ علشان تبقى ناعمة ببقك وانت بتاكليها، ما تحسيش ان في حتة فيها زيوت وحتة ما فيهاش. لا، لازم تتبس كويس جدا زيها زي الكحكة بالظبط. التركات دي مهمة جدا في الحلويات، يعني الحلويات ما بتظبطش معاكي الا اذا ظبطتي ايدك فيها جدا ومشيتي على كل الخطوات بالظبط. هنا هنعجن لغاية ما تديني عجينة آم، طرية، بس مش طرية قوي. يعني هو المقدار ده خد مني حوالي كوباية. هنعجن كويس. هو كده خلاص، يعني متهيألي مش هحط مية تاني. يعني هي خدت كوباية، يعني كوباية الا ربع او حاجة زي كده. على العموم على حسب العجين معاكي ما ياخد. هي كده كده العجينة بتاعتها ما بتبقاش طرية قوي ولا ناشفة قوي، متوسطة. يعني انت شايفاها في ايدي عاملة ازاي، بتبقى بنفس الشكل ده. هناخد بقى نصها نحطها في نص الصينية، من الصينية نقسمها نصين، نفرد نص في الصينية والنص التاني هنحطه على الوش، او هنغطي بيه الطبقة اللي احنا هنحطها في النص. دلوقتي انا هعمل الطبقة الحشو بتاعتها هتبقى ايه، هوريها لكم دلوقتي. هنفرد كويس، العجينة حلوة جدا فعشان كده بتتفرد بسرعة. ادي الحشو: معلقة كبيرة قرفة، على معلقة كبيرة كاكاو، كوباية سكر، معلقتين جوز الهند. المفروض هنا انا حطيت كوباية سميد بس ما بانتش، مش عارفة ليه. يعني هي كوباية سكر على كوباية سميد على معلقتين جوز الهند ومعلقة كاكاو ومعلقة قرفة ومعلقتين شربات تقيل. الشربات ده هيبقى اي شربات عندك معمول قبل كده هتحط عليه معلقتين، ما عندكيش هتبقى معلقتين مية، وتخلي الحشو بنفس الشكل اللي انا عاملاه كده. هنفرد كويس كده. اهم حاجة ما تطلعيش قوي على الجوانب عشان ما تتحرقش. افردي بقى كويس الحشو عشان ما يكلكعش معاكي ويعمل كتل، دي اهم حاجة. عندك بقى اي سوداني، اي حاجة عايزة تحطيها في النص حطيها، بتديها طعم حلو. ولو ما فيش عادي جدا، ما فيش اي مشكلة. هنرص كده بنفس الشكل ده. عايزة اقولك ان هي وصفة سهلة جدا وطعمها حلو قوي، يعني 90% من الشعب المصري بيحبها. هنفرد الطبقة التانية عشان بقى نغطي الحشو كويس. هي العجينة كويسة عشان كده بتفرد بسرعة معايا اهي. اهم حاجة في الحلويات ان نفس الكوباية اللي بتستعمليها
المقادير هياها ما تغيرهاش، فعلشان يطلع معاكي الحاجة مظبوطة بجد. هنا انا قلت لكم هفرد الوش بمية عشان اعرف اساوي كويس بنفس الشكل ده. هي المية بتساعدني ان انا ايدي ما تلزقش في العجينة واخلص بسرعة. انا بقى هقطعها قبل ما ادخلها الفرن عشان لما تطلع تبقى سهلة معايا في التقطيع تاني. كده بقول لكم هنا ان انا بليت السكينة مية عشان ايه وانا بقطع ما تطلعش حتت معايا فيها، تبقى سهل ان انا ايه اقطع بسرعة. هقطع بنفس الشكل، قطعي بقى زي ما انتي حابة، الشكل اللي انتي تحبيه قطعيه، مربعات مثلثات زي ما انتي حابة بنفس الشكل ده. انا قطعتها كده سمبوكسات. عايزه اقولك ان هي مقاديرها مظبوطه جدا، يعني مش هقولك مثلا ايه لو ان هي فيها حاجه كده، لا ده مقاديرها مظبوطه جدا جدا يعني. اللي هي كوبايه ونص دقيق، وكوبايتين سميد، معلقه كبيره خميره، نص معلقه بيكنج باودر، معلقتين كبار سكر، وكوباية نص كوباية زيت على سمنة او زيت على زبدة، اي حاجة فيهم. الحشوة بقى كوباية سكر او كوباية سميد، نص كوباية سكر، ومعلقتين جوز الهند. انا بعدك المقادير تاني عشان ديت المقادير المظبوطة بالظبط. وطبعا معلقة كاكاو كبيرة ومعلقة قرفة كبيرة بنفس الشكل ده كده. واللي يجربها على طريقتي دي يقول لي في التعليقات بنفس الشكل ده. هنا دخلتها على فرن 130 180 تحت بس تحت بس مشغلتش فوق خالص الا لما جيت احمر وشها. وعلى حسب فرنك، يعني كل واحد فرن مختلف عن التاني. في افران بتسوي بسرعة جدا، وفي افران بطيئة جدا، فعلى حسب الفرن بتاعك ظبطيه. على العموم هي بتاخد حوالي نص ساعة. هنا الخطوة دي اختيارية لو انتي حباها، بس انا بفضلها. بحط معلقتين كده شربات تقيل على الوش كده، بتديها لمعة وطراوة حلوة قوي كده. يعني انا محطتش يجي ربع كوباية حتى، مش كتير. ما انتش عايزة تحطي الخطوة ديت وكفاية عليكي السكر اللي فيها من جوه، فهتعملي هتغطيها بس، هتغطيها 5 دقايق، وبعد كده تقطعيها. يعني عشان اقولك الخطوة دي اختيارية بجد. شوفي طلعت معايا ازاي، بعرفك ان هي كده طرية وجميلة، وفي نفس الوقت فيها قرمشة حلوة مع الطراوة كمان. اتمنى تجربوها بقى وتقولي رأيكم فيها ايه. هي حلوة جدا للفطار، وتنفع كمان لانش بوكسات طبعا مع العيال، حلويات ياخدوها معاهم المدرسة. هي هنا المفروض اسيبها ان هي تبرد، بس انا هقطعها معاكم عشان اوريكم الحشو من جوه عامل ازاي وسمكها عامل ازاي. عايزه اقولك ان انتي ما تخنيهاش قوي، يعني ما تخليهاش تخينه قوي اوفر يعني. ادي الشكل ده كده. هي دلوقتي كانت سخنه فعلا، بس انا حبيت ان اقطعها معاكم عشان اوريكم شكلها. عايزه اقولك ان هي فعلا تستاهل تجربيها بنفس المقادير دي. ودقتها كمان وهي سخنه بنفس الشكل ده.